إدارة الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخيرات، ويعني اسمح لي أبدي سعادتي الجميلة بكلام سيادة المستشار، ويعني عايز أقول قد إيه هو حد يعني بجد اتحط في مكانه الصح النهارده عشان يقول كلمات بجد للمستقبل. وهكمل عليه وهقول يعني خروجا عن نص المستشاريه بقى شويه، وهرجع للادب سنه صغيره كده، وهقول لك لاجل ما ترجع بلدنا زي ما كانت مناره، يبقى لازم عجله دايره وزرعه خضراء مع الحضاره، يبقى لازم ايد في ايد مخلصه الانتاج يزيد، عزمنا يصبح حديد، هي دي تبقى الشطاره لاجل ما ترجع بلدنا زي ما كانت مناره. تمام. يبقى على كلام الكريم، وارد على حضرتك واقول سوسه كانت على القصر تدور، جازت القصر ودبت في الجذور. احذروا. الله ينور على حضرتك. احذروا. اذا الشطاره الايد في الايد دلوقتي يا سياده المستشار. يعني نتمنى اننا تفضل كده على طول يا رب، وتبقى بدايه ايد في ايد على طول، لا تنتهي ان شاء الله بامر الله، عشان تخرج مصر من كبوتها وتعود الى ريادتها مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. بتتابع معنا حضرتك يعني ما بين التغطيه للانتخابات مجلس الشورى والانتخابات يعني المعتصمين والمتظاهرين امام ماسبيرو للمطالبه بتحقيق باقي مطالب الثوره. تسمح لي بعد اذنك اقول كلام لله وللوطن وللحقيقه. اتفضل. انا حزين على كل ما يحدث. اولا العرس السياسي اللي اسمه انتخابات، النهارده انا بتهم جهه ما اعرفهاش بانتهاكه. لماذا؟ لانه لو الشعب المصري اخذ يومين ثلاثه بس تعليم واعلام وتثقيف عن ايه اهميه مجلس الشورى، ما كانش وصلنا لمرحله 3% و4% و5%، وبالكثير قوي مع الامل الكبير يبقى 10% حضور انتخابي او ادلاء باصوات. نعم. ودي تكاد تكون انتكاسه للانتخابات اللي كانت من كام يوم، اللي كانت مشرفه امام العالم كله. والخوف انه جوله الاعاده تبقى صفريه، انه كل اللي يحصل على صوتين يدخل المجلس. المجلس ده خطورته انه اهم بكتير قوي من مجلس الشعب، لانه لا يحتاج يعني عارف مجلس الشورى المفترض فيه ان هم عقول مصر المفكره. تمام. فكر مصر الواعي. اذا انت سياده المستشار مع بقاء هذا المجلس، مع اعطائه مزيد من الصلاحيه ومزيد من التفعيل. المجلس اللي هو مجلس الشورى اللي هينتخب، ولا مجلس الشعب تقصد حضرتك؟ لا، انا اقصد مجلس الشورى. مجلس الشورى المفترض فيه انه، اسمح لي انا اسف، عايز اعيد الانتخابات دي تاني. انا عايز الشعب الاول يعرف يعني ايه شورى واهميتها في حياته، عشان يقدر، لان هو ده اللي دوره يصوب اخطاء مجلس الشعب عند اللزوم، واخطاء الحاكم، واخطاء مجلس الوزراء، واخطاء كل المسؤولين في الدوله، لانه مش ما هو بوضعه الحالي سياده المستشار لا يمتلك هذا. يعني بوضع المجلس طبعا لا يمتلك. واسمح لي مع الانتخابات ذات النسبه المحدوده دي لا يستطيع ان يمتلك، لان انا ما اضمنش مين اللي جاي لي ده، اللي ينتخبوه 5 أو 10 هينجح. ده ما اقدرش اقول ان ده على مستوى فكري عالي يقدر يقود الامه في الفتره اللي جايه. إذا نحن نكمل خطوة جاءت في الإعلان الدستوري عشان يكون يعني السير سليم على خطوات الديمقراطية، وفي نفس الوقت نضع بقى يعني مصير مجلس الشورى تحدده الأيام القادمة في مستقبل العمل السياسي المصري. والشخصيات التي سترد علينا فيه بالتأكيد هتحدد إذا كانت قد المسؤولية ولا الحكاية هتحتاج إعادة نظر مرة أخرى. شكرا سيادة المستشار. أنا ما زلت برضه بلوم على الإعلام. أول مرة في حياتي النهارده أشوف فيلم عن مجلس الشورى وتاريخه كله وأهميته ودوره الفعال. النهارده مش امبارح ولول. طب المواطن اللي نازل النهارده ما هو ما شافهوش. ما هو احنا محتاجين برضو الاعلام يواكب الحركه الشعبيه ولا ينظر تحت قدمه مباشره. والعجيب في الامر انك تلاقي النهارده في انتخابات مجلس شورى وفي احتكاكات تحت المبنى. نعم. قبل كده كان في انتخابات مجلس شعب وفي تظاهر في الميدان. قبل كده يعني احنا كل ما نحاول نتقدم خطوه نجد من يحاول ان يشدنا للخلف.
لكن الحمد لله ما حدث في الميدان في انتخابات مجلس الشعب لم تؤثر. العملية الانتخابية تسير أيضا في مجلس الشورى، نتمنى لها أن تصل إلى نهايتها بخير. سيادة المستشار عادل الخطيب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. ونتحول أيضا إلى الأستاذ حمدي عبد الوهاب الصحفي